بيبدأ فيلمنا مع واحدة اسمها جوليان، طالبة في جامعة تورنتو وبتدرس الأدب الإيطالي. وهي في أول كلاس ليها بيسألها البروفيسور اسمه جابرييل أميرسون سؤال، وهي مش منتبهة لأنها بتكتب في حاجة لحد ما بينبهها زميلها بول. وبيعيد البروفيسور السؤال عليها مرة ثانية، ولكن هي من الخوف ما بتجاوب عليه، فبيحرجها قدام الطلاب وبيكمل شرح. فبدي بول جوليان ورقة كاتب فيها أميرسون إنسان حقير، فبيضحكوا هما الاثنين. فبيصرخ البروفيسور في وجه جوليان وبيقول لها بتضحكي على إيش، وبيطلب منها تجيه لمكتبه بعد الكلاس. بعد ده بتروح جوليان لمكتب جابرييل، وقبل ما تدخل بتسمعه وهو بيتكلم مع حد من عيلته وبيبكي، فما بتقدر تدخل عنده وبتكتب له على ورقة أنا آسفة وبتلصقها في الباب. والبروفيسور جابرييل ده بيكون أخو صديقتها المقربة ريتشل. بترجع لشقتها، بتصل عليها أبوها وبيعلمها عن خبر وفاة جرايس أم ريتشل، وبتحزن جوليان من الخبر ده، وكده بتكون عرفت جابرييل كان بيبكي ليش. فبترسل إيميل تعزية لريتشل. في اليوم الثاني بتلاقي ورقة الاعتذار اللي كتبتها لجابرييل بين بريد الجامعة. بتقلب الورقة وإلا بتلاقيها نفس الورقة اللي كتب عليها بول أميرسون حقير، وبتتصدم صدمة كبيرة، فبتبعت له كرت اعتذار وكمان بتعزية. في اليوم الثاني بتروح لعنده للمكتب، ومن خوفها بتطيح شنطتها في الأرض وكل أغراضها بتتشتت. وهي بتلمهم بيسألها جابرييل هل أنت كوميدية ولا غبية؟ فبتجلس في الكرسي. بيسألها عن السبب اللي خلاها ما تجي لعنده هداك اليوم. بتقول له أنت كنت في التليفون فما حبيت أدخل عندك. بيرد عليها هو وبيقول لها ده مش عذر. فبتجيب سيرة عيلته وده بيخليه يتعصب. بيقول لها إنه ما في بروفيسور ثاني غيري بيدرس في التخصص ده، فمن الأفضل تغير التخصص أو انقلي لجامعة ثانية، لأنه أنا مش عايز أدرس واحدة زيك. وبيطردها. فبتخرج من الجامعة وهي بتبكي، وشوية بينزل مطر قوي. بيخرج جابرييل من الجامعة وهو سايق سيارته، بيشوف جوليان ماشية تحت المطر، فبيوقف السيارة وبيقول لها اركبي قبل ما تمرضي. بيوصلها لشقتها وبتعرض عليه يشرب شاي، وبين ما هي بتغير ملابسها بتجول في الشقة. فبيسألها ليش ساكنة هنا بدل ما تسكني في السكن الجامعي؟ بتقول له إنها ما كانت مخططة تدرس في الجامعة دي، والجامعة اللي كانت هتدرس فيها هي هارفارد، ولكن ما قدرت تدفع الرسوم. بيتفاجأ هو من كلامها وبيقول لها المكان ده سيء جدا ولا في حتى مطبخ. بتزعل هي منه فبيعتذر ليها وبيقول لها أنا مش عارف مال اليومين دول. بتقول له معلش أنت فقدت أمك قريب. فما بيقدر يكمل الشاي وبيخرج وبيرجع ثاني مرة وبيعزمها على العشاء. فبتسأله إيش السبب اللي حيخليني أقبل بالدعوة دي بعد كل اللي قلته لي في الجامعة؟ بيجاوبها لأنه أميرسون إنسان حقير والحين صار بيعرف بالحقيقة دي. بتقبل هي دعوته وبتدخل تغير ملابسها وبتخرج لعنده متأنقة، فبيلفت انتباهه جمالها. بيروحوا لمطعم وبيتعشوا. في اليوم الثاني بتلتقي جوليان بريتشل في الجامعة بالصدفة، وبيشوفهم جابرييل وبيعرف إنه جوليان كانت صاحبة أخته من أيام الثانوية، ولكن هو مش فاكرها. فبتعزم ريتشل جوليان على الغداء في بيت جابرييل. وقبل الغداء بتحذر ريتشل جابرييل من إنه يتعامل مع جوليان بقسوة، لأنها تعرضت لصدمة نفسية من سنة والحين يدوب قدرت تتخطاها. وبنرجع هنا للماضي قبل 6 سنين. بتكون جوليان عمرها 17 سنة، وفي مرة بتروح لبيت ريتشل وبتلاقي جابرييل جاء من كندا وعمل مشكلة كبيرة مع أمه وأبوه وضرب أخوه. وقتها بتلتقي به لأول مرة وبيكون متعاطي كثير وحزين جدا، وبتقدر جوليان تخفف عنه ألمه، فبيسميها الملاك عشان طيبة ونظافة قلبها. بتسأل جوليان عن سبب اللي خلاه يجي هنا. بيقول لها إنه فقد شيء لا يعوض. وشوية يبدأ يحكي لها عن الشاعر الإيطالي دانتي وبيترس، وكيف كانت بيترس الإلهام بتاعه لسنين طويلة، فبيسميها بيترس. ونرجع للحاضر. بدي جابرييل فلوس لريتشل عشان تشتري ملابس وشنطة لجوليان، ولكن بدون ما تقول لها إنهم من عنده. وبالليل بيروح جابرييل مع ريتشل وجوليان لنايت كلاب، وفي الكلاب بتسأل ريتشل جوليان عن بول وبتقول لها إنه طيب معاها جدا ووسيم. وجابرييل بيحس بالغيرة. لما بتروح ريتشل ترقص بيقول جابرييل كلام مستفز لجوليان، فبتشتمه وبتتركه هي جارية بتتصادم مع حارس النايت كلاب إيثان، وبيطلب منها تساعده يرسل رسالة بالإيطالي لحبيبته الإيطالية. فبيشوفهم جابرييل وبيحسبها إنها بتعطيه رقمها، فبيوقف عليهم الاثنين وبيطلب من إيثان يتركها ويروح.
فبيسألها ليش عطيتيه رقمك، فبتقول له إنها كانت بتساعده بس، فبيعتذر منها وبيطلب منها ترقص معاه. وهم بيرقصوا بيقول لها إنه حاسس وكأنه شايفها من قبل، بس هي ما بتقول له الحقيقة. بتقول له إنها ما عمرها رقصت مع حد بالطريقة دي. بيرد عليها وبيقول لها أنا ممتن أني أنا الأول، والجملة دي قايلها ليها من قبل لما التقوا أول مرة قبل 6 سنين. فبتزعل وبتتركه. وفي الصباح بتروح ريتشل عند جوليان وجايبة ليها الشنطة الجديدة اللي اشتراها ليها جابرييل، وتقول لها إنه دي من عندي جابرييل، بس لا تقولي له إني قلتلك لأنه حيزعل. بتقبل جوليان الهدية. فبتحكي لها ريتشل عن كيف أمها جرايس لقت جابرييل وهو صغير عمره 9 سنين في مستشفى بعد ما ماتت أمه من الأمونيا، وأهله تخلوا عنه فبتتبناه. وقبل كم سنة اتوفى أبو جابرييل الحقيقي وورث منه ثروة كبيرة جدا، ومن وقتها وهو عايش عيشة مرفهة على الآخر. في الجامعة بتلاقي جوليان رسالة بريد ليها، وهي مكافأة بقيمة $5000 لكل سمستر من البروفيسور جابرييل أميرسون. بتلتقي جوليان بجابرييل في المكتبة فبيعزمها على العشاء، وقبل ما يتعشوا بتعطيه ظرف المكافأة وبتقول له إنها ما رح تقدر تقبله. وبيحاول هو يقنعها، ولكن بتقول له مش هتقدر تغويني بالفلوس. بيقول لها أنا مش من النوع ده، والفلوس دي عشان تحسن حالتك المادية. فبتقبل هي. فجأة بيجيه اتصال من واحدة اسمها بولينا، فبيقوم من على الطاولة عشان يكلمها، وشوية بيرجع وبيعتذر من جوليان لأنه لازم يمشي حالا وبيدفع حق العشاء ليها. بتتعشى جوليان لوحدها، وهي راجعة بتمر بالنايت كلاب فبيشوفها إيثان، فبيقول لها إنه محتاج مساعدتها في إنه يقنع جابرييل يخرج من الكلاب لأنه موجود جوا وسكران على الآخر. بيدخلوا للكلاب فبتشوف جوليان جابرييل مع كريستا، واحدة بتدرس معاها في نفس الجامعة. بتطلب جوليان من واحدة من النادلات تكب موية على كريستا، وده اللي بتعمله النادلة. فبتترك كريستا جابرييل عشان تروح الحمام. بتقدر جوليان تخرجه من الكلاب ويركبوا في تاكسي وبتوديه لبيته. بيرجع على نفسه بيوسخ ملابس جوليان. بتروح تبدل ملابسها وبتلبس غيار من ملابسه، ولما بتيجي تغير ملابسه هو بتشوف وشم على صدره مكتوب فيه مايا. بعدها بتوديه لسريره وبينام. فبيجي اتصال على تليفونه لبولينا، بتجاوب عليها جوليان. بتسألها عن جابرييل، بتقول لها إنه مشغول حاليا وبتعتذر منها وبتقفل الخط. فبيصحى جابرييل وبيناديها باسم بيتريس وتذكر كل حاجة. بتتصدم جوليان جدا وبتفرح. وفي الصباح بتقوم بدري وبتحضر له الفطور وبتكتب رسالة ليه وبتوقعها باسم بيتريس. بيصحى هو وبيلاقيها في المطبخ، فبيصرخ عليها وبيقول لها انت ايش بتعملي هنا وليش لابسة ملابسي، وبتكلم معاها بوقاحة. بترد عليه بتقول له انت فاكر نفسك مين، وبتروح تبدل ملابسها. بيفتح هو الثلاجة وبيلاقي الرسالة اللي كتبتها له وتوقيع باسم بيتريس. وقبل ما تخرج بتقول له كان علي اتركك امس سكران واخلي الحية تاخدك. بينصدم من كلامها وبيسألها مين هي الحية، بتقول له كريستا. بيسألها تاني هل حصلت حاجة بينا، بتقول له لا. في الاخر بيتذكر كل حاجة فبيناديها باسم بيتريس، ولكن بيقفل باب الأسانسير في وجهه. ودي هي نهاية الفيلم. لو حابين ألخص لكم باقي الأجزاء اكتبوا لي في التعليقات، ولا تنسوا تدعموا القناة باللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.